برنس. الموتوسيكل ده ايه اكتر حاجه حببتني فيه؟ وناس كتير قالت لي انا ليه ما جبتش السوبر لايت؟ السوبر لايت شكله افخم او اكبر او شكله اشيك. ايه السبب الرئيسي اللي خلاني اجيب الكي لايت؟ النهارده في الفيديو ده هقول لكم، وفي نفس التوقيت هوريكم انا لما بحب اعمل صيانه خفيفه كده بالنسبه للون، عشان اللون عندي حتى في الاكزوست اللي انا كنت عامله راح، ايه انواع الماتيريال اللي بستخدمها كسبراي او رش، والحاجات التجريحات اللي في المرايات اللي زي اللي انتم شايفينها، التجريحات دي ازاي نقدر نعالجها بحاجات بسيطه قوي ومش مكلفه، انت بايدك تقدر تعملها، مش هتروح لحد وهتعملها وانت هتشوف الفرق بعينك. هوريكم كل ده. لفته سريعه عن الكي لايت. الكي لايت بايك من شركه كي واي. كي واي شركه دخلت اتحاد مع بنيلي، شركه في البدايه هي كانت ايطاليه، المهم يعني ان هو في الاول والاخر هو صيني عشان ما حدش يفكر ان هو ايطالي. البايك ده 200 سي سي، توب سبيد بتاعه بيجيب 131، بس طبعا بعد ما عملت الاكزوست طبعا بيقلل من عزم المحرك، فنزل لحد بالظبط ماكسيمم دلوقتي بيجيب معايا ساعات 120 122 حسب برضو الريح لما بيبقى ضارب فيا على الطريق. برضو عشان الناس تبقى عارفه الاكزوست بيقلل من الهورس باور بتاع المحرك نفسه. كده خلينا متفقين. تعديلات سريعه اللي عملتها، انا غيرت الاضاءات الاماميه. الفانوس الامامي في فانوس جيب كده كنت جايبه اياميها، كنت جايبه 380 جنيه، النهارده تقريبا اكيد اغلى من كده بكتير، مش عارف طبعا الاسعار. اي حد جايب الفانوس ده اليومين اللي فاتوا دول يقدر يحط لنا تحت في الكومنت فيد واستفيد. وكنت جايب الكشاف ده مش احسن حاجه على الارض، عشان كده اضطريت ان انا اغير الفانوس الرئيسي. برضو الناس كتير بتسال اشمعنى ايه اللي محببك في ان انت ترفع الجادون كده. الجادون بتاع الكي لايت الاساسي ايدي بتبقى لتحت، فظهري بيفضل واجعني لان ببقى متني كده نص تانية، ظهري مقوص على القعده بتاعته، فاضطريت طبعا ان انا اعمل الجادون اللي انتم شايفينه ده. كلفني قد ايه؟ كلفني وقتها حوالي 600 جنيه. النهارده اخوه بيتعمل في 1000 1200 في الافريج دي. برضو لو حد عمل الجادون ده قريب يحط لنا تحت في الكومنت فيد واستفيد. وجبت الكاب هولدر، هو مش احسن حاجه بس بيفيدني لو انا واقف ان انا اسند بس الكوبايه عليه، لكن لو انا سايق كتير قوي اتبهدلت واتقلب عليا الكوبايات. ده كده لفته سريعه. الاكزوست انا عامله في الكامل هاند ميد، دي عباره عن مواسير ميه. رحت الحداد جاب لي مواسير ميه وقطعناها وخدنا المقاسات وطلع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. صوته عالي، صوته عالي. انا اليومين اللي جايين دول هضطر ان انا اعمل ليه صفايات عشان اهدي شويه الصوت، بس انا كان عاجبني قوي الصوت بتاعه والباك بتاعه صراحه حاجه حلوه قوي يعني، بس طبعا صوته عالي قوي فهحتاج ان انا اهدي الصوت شويه. لما جيت عملته اضطريت ان انا اشيل علبه البيئه، لان انا لما غيرت بس المواسير الصوت برده كان واطي، اضطريت ان انا اشيل علبه البيئه. واللي ما يعرفش علبه البيئه بتاعه الكي لايت علبه كبيره قوي غير السوبر لايت. عملت الظهر طبعا انتوا عارفين العيوب اللي في الكي لايت وفي السوبر لايت. الكرسي الخلفي فعلا حرفيا هو صغير، ما ينفعش حد يركب وراك. انا نفسي ركبت ورا حد على موتوسيكلي لقيت نفسي ان انا كنت هقع، فاضطريت ان انا اعمل ظهر. هو بيدي شكل شيك وجمالي للبايك. عملت وقتها كلفني بالظبط، بس انا اللي كنت عامله وجريت رحت جبت الحديد حوالي كان وقتها ب 350 جنيه. طبعا النهارده اخد ظهر ده انت ممكن تجيبه جاهز من المعارض، بس هتلاقيه افريج 250 جنيه 250 جنيه. ده الكلام ده برده من فتره هتلاقيه غلى اليومين دول، بس برده الحديد بيبقى مفرغ. انا جبت الحديد ده حديد صب بتاع المباني، فحديد قوي قوي يعني ما يتقطمش منك. وجبت الظهر ده اللي هي السفنجه دي من ظهر بتاع موتوسيكل تقريبا دايون او حاجه كده، فكيت الظهر وركبته في الجزئيه اللي انا كنت عاملها دي. بالنسبه للتبريد بتاع الكي لايت، تبريد زيت، سربندينه زيت، هو مش ميه، هو هواء مع سربندينه الزيت اللي انتم شايفينها دي. التانك بتاعه موفر جدا جدا جوه البلد. عايز اقول لكم يعني ده فعلا من اكتر موتوسيكلات اريحيه داخل البلد كقعده، وكان هو ما بيحرقش معاك بنزين كتير. يعني انا احيانا بنسى البنزين لولا ان انا بس بشوف ان الشرط قلت خالص، ساعتها انا بتجه للبنزين، لكن في الطبيعي انا بنسى. هو جوه البلد موتوسيكل عملي جدا جدا، ممكن تجيبه جنب بايك عالي 600 او 1000. عشان قبل كده اتكلمنا للناس اللي كانت عايزه تجيب بايك ريسنج، ما ينفعش جوه البلد تسوق بايك ريسنج ديلي يوز، ما ينفعش كل يوم تطلع ببايك ريسنج جوه البلد، هيسخن منك، القعده مش مريحه. وحاجه تانية في السفر برضو البايك الريسنج مش مريح، مش احسن حاجه، ظهرك بيتعب، بيحرق معاك بنزين كتير. في حاجات تانية ليها علاقه بالسفر زي التورينج والحاجات الادفنتشر دي، هي دي اللي مصممه اصلا ومعموله للسفر وينفع يركب لها بوكسات وحاجات كده. الريس ما بينفعش ان هو يتعمل له كده. فدي برضو كانت معلومه على السريع، عشان في ناس برضو لو انت عارف المعلومه دي في غيرك ما يعرفهاش، فايه بنفيد ونستفيد. بالنسبه للفرامل بتاعه البايك امامي وخلفي باكم. اللي برضو عجبني ان هناك في السوبر لايت امامي باكم خلفي كابل، فاضطريت طبعا ان انا فضلت طبعا الكي لايت. بالنسبه للعداد هنا ديجيتال، الناحيه الثانيه هو انالوج. دي برضو بعض حاجات فرقت معايا. الوزن هنا اتقل من هناك ب 10 كيلو، رغم ان هناك بتحس ان شكل البايك ضخم. هتقول لي اني قاعده اريح؟ السوبر لايت طبعا 100% اريح
اريح في القعده، واساله مجرب. يعني انا مش مجرد ان انا معايا كيلايت فانا هشكر فيه، لا، القعده هنا انشف شويه. بس هو البايك ده عامل شبه الستيد زمان، يعني مقارب ليه، حتى في فتحه التانك هتلاقيها فوق في اليمين كده جايه بزاويه. ايه بقى اللي انا جاي اعمله النهارده؟ انا جاي النهارده جايب كام نوع سبراي، عايز اشوف ايه افضلهم. نصيحه، عايز ترش اكزوست رشه مط بلاش لميع. المط دايما بيطول معايا اكتر، يعني بياخد وقت طويل قوي عبال ما اللون بتاعه يروح. رشيته مره واحده لميع طبعا ما عجبنيش، ما كانش احسن حاجه. ايه تاني واجهته مشكله في الكي لايت؟ الكهرباء بتاعته منفصله، الاشارات حتى هتلاقي زرار اليمين يمين الشمال شمال. مش كل الصنايعيه بيبقوا فاهمين الكهرباء بتاعه البايك ده، يعني لازم برضه تروح لحد فاهم كويس عشان ما يحصلش قفله لا قدر الله وتعمل معاك مشكله. في حاجه تانية عجبتني برضه في الكي لايت، السوبر لايت لما نزل كمر، الكي لايت نازل تيوبلس. دي حاجه طبعا كويسه. بتوع السوبر لايت بيروحوا يعملوا تغيير وتعديل، لو الفرده اتخرمت ولا حاجه ما تفسيش على طول. طبعا تيوبلس بيبقى احسن بكتير، فهو منزل لك في الكي لايت، فانت مش محتاج اي حاجه تانية. هو منزل لك بايك مش محتاج فعلا اي حاجه الا الحاجات اللي احنا زودناها، الجادون، الظهر، الاضاءه، الحاجات دي كلها دي اللي انا فعلا كنت محتاجها في البايك ده. غيرت البطاريه عشان في ناس سالتني على حوار البطاريات. البطاريه عندي انا غيرتها بعد سنه ونص من الاستخدام. البوجيهات ما غيرتش غير مره، انا البايك بقى له معايا دلوقتي 4 سنين. فيوز ممكن مره. فعايز اقول لك اعتمادي بحت، يعني كل ما انت صونته في الصيانه بتاعته هو هيصونك ومش هيتعبك خالص خالص. بالنسبه لافريج الاسعار النهارده، افريج الاسعار بتاعت الكي لايت والسوبر لايت بقت 55,000 جنيه. ده اخر سعر انا سمعته في السوق، 55,000 ده في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. معرفش قدام بقى هيبقى ايه، بس انا بقول لكم النهارده اللي هو احنا في العيد، ثالث يوم العيد، كل سنه وانتم طيبين، هو وصل لحد 55,000. طبعا انا احترت. انا البايك بركنه عندي مثلا في العماره، فبيبقى تحت سلم، فبيتحك بقى كده زي ما انتم شايفين. فانا فكرت في فكره، المونوكير لونه اسود. تعال نجرب كده الموضوع ده. بصوا اختفى، يعني ولا كأن في اي خرابيش ولا اي حاجه. تمام، ده حل سريع ومش غالي. يعني المونوكير ده ب5 جنيه ولا ب10 جنيه. لو انت مش قادر تجيب ازازه السبراي، عشان ازازه السبراي النهارده وصلت 55 جنيه، يبقى برضو معاك حل اخر زي ما انتم شايفين كده. تمام، تمام. بص، عامة عشان تبقوا فاهمين، انت طول ما انت مهتم بالموتوسيكل، مش شرط الصيانة بس، الشكل والمنظر بتاع الموتوسيكل طول ما هو انت محافظ عليه، انت نفسك هتبقى راضي عن البايك وحبه. طول ما انت مهمله ومتبهدل هتحس ان انت مش قابل البايك ده وحابب ان انت تغير. فطول ما انت محافظ عليه الدنيا بتبقى افضل. زي ما انتم شايفين كده، اعتقد الصورة واضحة، الدنيا كلها ظبطت خالص. تمام، زي ما انتم شايفين كده. تمام، طبعا لما ينشف برضه هوريكم شكل الصورة هيبقى عامل ازاي. تعالوا بقى نشوف حوار الاكزوست. بصوا زي ما اتفقنا احنا جبنا نوعين سبراي. تمام، عايزين بقى نشوف ده المط، فانا هبقى محتاج ان انا ارش من المط. بصوا ده ودينا رشينا كده. ده اللميع، عايز اقول لكم يعني هو شكلا بيبقى كويس مش وحش، بس صدقوني بيبقى مش احسن حاجه بعد الاستخدام. بتلاقي اللون ما بقاش زي ما انت متخيله، ما بيبقاش حتى لايق على البايك غير لما ترش بقى المط حتى بحس ان الماتيريال بيتشرب. تمام، الحاجات دي طبعا كلكم تقدروا تعملوها بايديكم، يعني انت مش محتاج تروح لحد عشان يعمل لك اللي احنا بنعمله ده. تمام، اللي انتوا بقى في حاجه تانية انا عانيت فيها من الاكزوست هنا، السخونيه. شايفين الحته دي حد كان راكب ورايا والكوتشي بتاعه اصلا ساح. بصوا الشكل.
اعتقد انتوا شايفين الفرق كبير قوي، يعني كنا فين وبقينا فين. اعتقد شايفين فرق كبير جدا طبعا، صح؟ تعالوا بقى نبصوا على الماسوره. بصوا من هنا صدت جامد جدا. تعالوا بقى نجرب هنا. في الاول بعد ما بنخلص رش، لما بتيجي تدور بقى اول مره هو بيطلع ريحه في الاول، بعد كده لما بينشف خلاص. حتى بصوا لو هنا بصينا برضو على الظهر هنا، بصوا هو المونوكير اسعف طبعا، بس لو جينا بصينا لو عملنا بقى بالسبراي تلاقوا الموقف هنا بقى مختلف تماما وبقى افضل. هستنى رايكم في الكومنتات، تمام، وتقولوا لي هل هو يستاهل ولا ما يستاهلش. تمام، حاجات بسيطه كده بتخلي شكل البايك افضل بكتير، تمام، وبفلوس بسيطه جدا. يعني السبراي ب 55 جنيه زي ما اتفقنا، والمونوكير بحوالي 10 جنيه، يعني كلام بسيط قوي. تمام، اتمنى ان انا اكون بفيدكم حتى ولو 1%، ولو اي حد عنده اي استفسار يحط لي تحت في الكومنت وهرد عليه، واشوفكم ان شاء الله الريفيو الجاي. سلام.